ما زال زواج الفنانة درة من المهندس هاني سعد يثير الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للفانز وكمان الفنانين، وفي منهم اللي دافع وفي منهم اللي هاجم وفي منهم اللي خد الموضوع بسخرية. اللي دافع زي المخرج عمرو محمود ياسين، وكتب بوست وقال على صفحته الشخصية: نفسي أفهم إزاي الناس تسمح لنفسها بمناقشة وبدء الرأي على السوشيال ميديا في أمر رجل وامرأة قرروا الزواج، حتى لو كانوا شخصيات عامة. دي أمور شخصية، إزاي تتحول لموضوع للنقاش وإبداء الرأي؟ والغريب إن 99% منهم ما يعرفوش الناس دي شخصيا، ولا يعرفوا ظروفهم إيه ولا حياتهم عاملة إزاي. أنا مش فاهم إيه التلامة دي. وفي اللي هاجم زي الإعلامية ريهام سعيد، كتبت وقالت على صفحتها الشخصية: على فكرة الجواز بالطلاق مكتوب، والجواز من 3 أو 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست. اللي يتجوز أو يتطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة وكل واحد بضميره وظروفه. لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طالقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة تانية بيحب فيها، وأولاده بيشوفوا أبوهم مع ست تانية هو عريس وأكبر حد فيهم 10 سنين؟ متهيألي ما يصحش ومحرج جدا لهاني. انت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تحرج عيالك، وبتحافظ جدا على تصرفاتك. ما كانش ليه لزوم الفرح، لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد. وفي منهم اللي خد الأمور بسخرية وقال زي هاني أبو النجا: من الآخر كده ألف مبروك لدرة وهاني، أنا شلت كام ناس حقودة من عندي وزمامة ونمامة، وإن شاء الله هتتلسعوا في فخدكم. وبكده أبقى خلصت الفيديو. أشوفكم على فيديو جديد إن شاء الله.